السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كيهم جميع المغاربه. الموضوع بالضبط هو زواج المغاربه بالخارج، يعني مغربي ومغربيه في اوروبا ولا امريكا وبغاو يتزوجوا باش يبرموا العقد في ديك الدوله. مثلا فرنسا يوجد مغربي ومغربيه في فرنسا وبغاو يتزوجوا، فين غادي يمشيو؟ اول بلاصه كيمشيو ليها هي القنصليه باش يتلاقاو مع العدل، هو اللي كيتكلف بابرام عقد الزواج. ولا كنتي في واحد الدوله اللي ما فيهاش القنصليه، هاد النقطة مهمة بزاف خاصك تنتبه لها. إلا كنتي في دولة ما فيهاش القنصلية المغربية، فين غادي تبرم عقد الزواج؟ غادي تبرم عقد الزواج على حساب القانون ديال ديك الدولة اللي انت فيها. كتبرم عقد الزواج وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة. البلد اللي انت فيه كتبرم عقد الزواج على حساب الإجراءات الإدارية المحلية الخاص بتلك الدولة. ولكن عقد الزواج باش يكون صحيح، راه المشرع المغربي وضع مجموعة من الشروط، الشروط الشكليه والشروط الموضوعيه. نبداو بالشروط الموضوعيه. اول شرط هو تكون عندك اقامه مستمره، ماشي زعما نتوما غير ماشيين غير السياحه لديك الدوله وتزوجوا في ديك الدوله، لا، خاص تكون عندكم اقامه مستمره في ديك الدوله بجوجكم. حيت فاش غترجع للمغرب وغتبغي دير تدييل بالصيغه التنفيذيه، ما غاديش يتقبل لك العقد الزواج. لذلك خاص تحترم هاد الشروط كاملين. ثاني شرط هو الإيجاب والقبول. المقصود بالإيجاب والقبول هو التراضي بين الطرفين في عقد الزواج، أي أن طرف يا إما الزوج ولا الزوجة كيطلب الإذن بالزواج، والطرف الثاني كيقبل داك الطلب ديال الإذن بالزواج. غالبا حنا في الدول العربية كيكون طلب من الزوج والموافقة كتكون من عند الزوجة. والشرط الثالث هو حضور شاهدين مسلمين في مجلس العقد. ومن الواجب عليك في العقد ديال الزواج دير شي حاجه كتشير على انهم مسلمين. حتى هو فاش غتجي للمغرب غتبغي دير تدييل بالصيغه التنفيذيه، غادي يشوفوا العقد ديال الزواج واش هذوك الشاهدين مسلمين ولا لا. وبخصوص هذه النقطه غادي نشارك معكم واحد الحكم قضائي اللي كانت وقعت في نفس هذه الواقعه وغنشارك معكم دابا. وحيث انه بالرجوع الى عقد الزواج المدلى به، فانه لا إن كان يتضمن توقيع شاهدين الا انه لم يشر فيه إلى ما يفيد كونهما مسلمين. يعني واخا وقعوا الشاهدين مسلمين ولكن ما داروش شي حاجه كتفيد بلي هذوك راهم مسلمين. واش الامور واضحه ولا مازال؟ غنكمل لكم الحكم القضائي. وحيث انه تبعا لذلك يكون عقد الزواج المذكور مخالفا للماده 14 من مدونه الاسره، مما ينبغي معه التصريح برفض الطلب. يعني لما سرتيش في العقد الحضور شاهدين مسلمين، راه داك العقد غادي يكون باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وغادي نشارك معكم واحد الحكم قضائي اخر اللي صدر في محكمة السيناء بالرباط. حقا حيث ثبت صحة ما جاء في أسباب الاستئناف، ذلك أنه باستقراء العقد موضوع الطلب يتبين أن الشاهدين اللذين حضراه لم يستظهرا بأي وثيقة تفيد إسلامهما، مما يتنافى مع روح المادة 14 من مدونة الأسرة. هادو جوج أحكام قضائية مغربية في مرحلة التدييل بالصيغة التنفيذية. لقاو باللي العقد كاين فيه التوقيع ديال الشاهدين المسلمين، ولكن هذوك الشاهدين المسلمين ما تثبتوش باللي راهم مسلمين، يعني غير داروا التوقيع وصافي. وهذا الامر راه غلط وما غاديش تكون الموافقه على العقد ديال الزواج. يعني ضروري تدليو بشي وثيقه كتبين بلي راهم مسلمين. وبالنسبه للشاهدين المسلمين واش يكونوا ذكور ولا اناث، وهنا غادي نستحضر معكم احكام قضائيه بخصوص هذه النقطه. وحتى هي كان فيها اختلاف بعكس النقطه الاولى، كان فيها تشابه على ان ضروري يكون الاثبات. هنا بالنسبه للذكوره ولا الانوثه كاين اختلاف ما بين محكمتين. غنشارك معكم الحكم القضائي الاول. لكن حيث انه بالرجوع الى العقد المطلوب تدييله بالصيغه التنفيذيه، يتبين انه يشير الى حضور السيد الف والسيده باء كشاهدين، والحال ان المراه لا تشكل منفردا شاهدا، بل لا بد من امراه اخرى. الشيء الذي يبقى معه حضور الشاهدين غير متوفر. هنا في الحكم القضائي قال باللي المرأة لا تساوي شاهد، بل يجب أن يكون اثنان. والمحكمة أخرى قالت حيث تبين للمحكمة من العقد ولا يعيبه في شيء حضور شاهدة مسلمة لإبرامه، ولا يوجب حضورها لمجلس انعقاده بطلانه. هنا كاين اختلاف كاين القاضي اللي أيد تكون عادي امرأة ورجل شاهدين، وكاين قرار آخر اللي كيختلف كيقول لابد من حضور رجلين
أو رجل وامرأتين. ودابا نزوق للنقطة الرابعة، وهي عدم الاتفاق على إسقاط الصداقة. من بين الأمور اللي كتخلي عقد الزواج يكون باطل هو إسقاط الصداقة. واخا تكونوا متفقينش على إسقاط الصداقة، لابد من ذكر الصداقة في عقد الزواج. والنقطة الخامسة اللي غادي نتطرقوا لها هي توفر الولي عند الاقتداء، بحيث أن المشرع المغربي اشترط لصحة عقد الزواج في الخارج أن يكون بحضور الولي، كما أن الزواج القاصر يحتاج إلى موافقة الولي ويحتاج أيضا إلى إذن قضائي. سادسا، الأهلية القانونية للزواج، أي السن للزواج، كيتم التحديد ديالو طبقا للقانون المغربي وماشي حسب الدولة اللي انت مقيم فيها. مثلا انت كنتي في واحد الدولة كتسمح بالزواج القاصر، لكن في القانون المغربي ما كيسمحش بالزواج القاصر الا باذن قضائي وبموافقة الولي. يعني خاصك تحترم القانون المغربي وخا انت في دولة كتسمح بهذاك الزواج القاصر. والشرط الأخير هو انتفاء الموانع الشرعية، المحرمات اللي محرمين عليك ما تتزوج بهم. وهادو من بين الامور اللي حنا كنعرفوهم كمسلمين. هادو كانوا هما الشروط الموضوعيه الخاصه بابرام عقد الزواج للمغاربه المقيمين بالخارج. وحتى لهنا الفيديو غادي يكون سالا. ما تنساوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع شي واحد محتاج المعلومه. وفي الحلقه المقبله راه غادي نشارك معكم الشروط الشكليه لابرام عقد الزواج. هادو كانوا غير الشروط الموضوعيه. في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم الشروط الشكليه. واللي ما فهمش شي حاجه يكتبها لي في التعليق غادي نوضح ليه الامر. وحتى اللي بغى يتواصل معايا نشرح ليه شي موضوع غنخلي لكم الرقم ديالي في الوصف. تواصل معايا في واتساب، بغيتي شي معلومه شي استشاره مجانيه نتواصل معك في واتساب.